اقفل اقفل. طيب لو ما عندكش competitive value proposition تنافس بيها في السوق، اقفل اقفل. ما تفكرش، ما تحطش انفستمنت، ما تصرفش اعلانات، ما تضيعش وقت. ازاي تلاقيها لو انت مش متاكد عندك ولا لا؟ في 3 حاجات مهمه انك تبص عليها. رقم 1، ايه اللي الاودينس بتوعك عايزينه. رقم 2، ايه الحاجات اللي عندك. رقم 3، ايه اللي عند منافسينك. في هنا كذا اريا مهمه. الاريا الاولى والاسهل في ان احنا نبص عليها، حاجه الفئات اللي انت بتستهدفها عايزينها، موجوده عندك، موجوده عند منافسينك. زي ما انت شايف بتتخانق مع منافسينك عليها طول الوقت. زي ايه؟ انا عايز توصيل تاني يوم، يبقى احنا كلنا عندنا دليفريه بيلفوا في البلد ما بيقفوش. انا عايز شهاده ضمان، كلنا عندنا شهاده ضمان ما نقدرش نستغنى عنها ولا المنافسين بيستغنوا عنها. ما ينفعش تخسر دي، لان لو خسرتها انت بره السوق، كل الناس بتعملها. الحاجه الثانيه، حاجه عند منافسينك والفئات اللي انت بتستهدفها عايزينها ومش عندك، دي مشكله كبيره زي ما احنا شايفين، لازم تحاول تجيبها unless حاجه مش بايديك. زي ايه؟ المنافس بتاعي الميزه التنافسيه بتاعته اللي بقاله 80 سنه في السوق. ايوه، هتعملها ازاي؟ هو قديم خلاص. هتعمل ايه؟ هتحاول تطلع منها حاجه تبقى عندك مش عندهم. اللي هي ايه؟ احنا كل المكن بتاعنا مودرن، احنا تفكيرنا مودرن، احنا واخدين احدث تقنيات. فخلاص انت كده خسرت حته ان انت اسمك قديم وموثوق فيه، اكسب حاجه ثانيه. لكن منافسينك الباكجنج بتاعهم بيستحمل الشحن لاي حته في مصر، يعني الباكجنج بتاعك يستحمل الشحن لاي حته في مصر. حاجه تقدر تنافس فيها، نافس فيها على قد ما تقدر.